السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعرفنا بالشخصية ديالك بصفتك كنائب في مدينة ميدلت؟ أنا إنسان متواضع، حمد كيكيش، نائب الوزارة بإقليم ميدلت. لدي تجربة متواضعة في الميدان ديال الحقوقي، ولدي مقاربة في أعمال البرنامج الاستعجالي وكذلك السياسة التعليمية وفقا لمقاربات تشاركية حقوقية. بغيت نعرف كيفاش ممكن توفق بين كحقوقي كفاعل مجتمعي وبين انك كنائب، واش هذه المقاربه يعني خدماتك يعني بصفتك كنائب قديتي توظفتيها ما هو فيه خير المنطقه؟ اعتقد بان قيم العدل والمساواه هي الركيزه الاساسيه لبناء واحد النظام ديال النزاهه وديال الشفافيه وديال الاحترام المتبادل. هذه القيمه ديال العدل كانت غائبة في جميع القطاعات وبالخصوص في القطاع ديال التعليم، وحيت كنقولوا العدل كنربطوه بالإنصاف، لأن رجال ونساء التعليم من طبيعة الحال لهم واجبات ولهم حقوق، وهذه الواجبات والحقوق تستلزم علينا أولا وقبل كل شيء مواكبة قيم ديال العدل وتكافؤ الفرص، وكذلك إقرار واحد النظام ديال النزاهة. ممكن في اطار تدبير الزمن المدرسي تنعرفوا اننا يعني مشكل ان كاين الهدر المدرسي بانواع اخرى، ممكن يكون الاستاذ القسم ولكن كاين هدر المدرسي. اذا كيفاش قديتوا تحلوا هذه المعضله ديال الهدر؟ انت المغرب تعيش اضرابات متلاحقه، ما تشوفوش هذا بانه في ضرر على التلميذ المتمدرس؟ اولا قبل كل شيء كما لاحظتي بان بعد واحد المحطه الاساسيه ديال الخطاب ديال جلاله الملك في 9 مارس، اعتقد بان هذا المرتكز الاساسي يستلزم علينا اولا التفكير في كيفيه تكييف الفصل المتعلق بالاضراب وادماجه في واحد فلسفه فلسفه تنبني على ثقافه الحق والواجب، لان كنلاحظوا بان لا بد من حدود في في ممارسه هذا الحق، وهذا الحق عندما نمس بحقوق الاخرين يستلزم علينا التوقف. ما يحدث ماشي غير في القطاعات، هذا الحراك هو حراك مبني على رياح ديال التغيير وديال الانتقال الديمقراطي اللي كيعيشوا، هذا طبيعي باش يكون هذا الشيء، ولكن لا بد ان نؤسس لمحطه لبناء المغرب العصري الجديد. وبالخصوص فيما يتعلق بالنظام ديال التربيه والتكوين، اعتقد بان لا بد من مناظره وطنيه لاعمال واحد اليات ديال التحاور مع مكونات المنظومه التربويه وفقا لتكافؤ الفرص. ممكن في اطار شنو المؤشرات ديال جيل مدرسه النجاح الان اللي في السنه الثانيه ديالو، واش حقق المرجو منه يعني مبدئيا؟ اعتقد بان بعد البرنامج الاستعجالي اللي كننتظروا ربح الرهان ديالو هو امتداد الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، ولكن بصيغه التفعيل وبصيغه الدعم المالي. اعتقد هذه الاليتين بجوج اعطت واحد الانطلاقه لواحد الخلخله في النظام اللي غادي في الاتجاه الايجابي. وخصني نقول لك بان المؤشرات احنا مثلا في اقليم ميدلت حققنا فوق المتوقع، وهذا راجع للتدبير العقلاني اللي كاين في وسط التشارك اللي كاين في وسط النيابه وكل الشركاء، اللي اعطى بان الهدر المدرسي نزل، وكذلك التشجيع ديال التمدرس بالخصوص بالاماكن الوعره وتمدرس ديال ابناء الرحل عطى النتيجه ديالو. وحنا ما كنهضروش باللغه ديال البيانات، كنهضروا باللغه ديال المؤشرات. بصفتك حقوقي وعندك علاقه بالمرصد الوطني حقوق الطفل، والان ستشارك في الملتقى الثالث عشر للطفوله، ممكن تقول لنا يعني في اطار خانه ديال التعليم يعني شنو، واش في هذا الاطار يعني المرحله الاولى ديال من 2006 ل 2011 في اطار المغرب جدير باطفاله، واش تحقق المرجو؟ يعني واش الطفل كان واحد النوعيه، واش الطفل استفد يعني واننا قضينا شيئا ما على الهدر المدرسي؟
لا، في اعتقادي خصنا نشوفوا واحد السياق عالمي. المغرب وقع الاتفاقيه ديال حقوق الطفل حيث تحفظات وقع البروتوكولين الاول والثاني. لهذا البلد ديالنا او المملكه ملزمه لاعداد تقارير دوريه لهيئه الامم المتحده وبالخصوص امام لجنه حقوق الطفل، والقطاعات الحكوميه ملزمه باعداد تقارير قطاعيه لاعداد تقرير تركيبي سيتم تلاوته امام الاجهزه الامم المتحده. ولقطاع التعليم المدرسي دور اساسي في تفعيل هذه الآليات. لهذا الصدد كنلاحظوا بأن ما يتعلق بحقوق الطفل في الميدان ديال التربية والتكوين غادي في واحد المؤشرات إيجابية. غادي نعطيك على سبيل المثال الحق في التعليم، إلزامية التعليم. كنلاحظوا بأن الدعم الاجتماعي وبالخصوص المبادرة الملكية لمليون محفظة أعطت واحد النتيجة كتبين بأنه احنا نحقق تدريجيا تعميم في التعليم وإلزامية ديالو. النقطة الثانية النقل المدرسي، توزيع الدراجات الهوائية، وكذلك الحقوق الفضلى للطفل مثل مثلا الحق في الصحة. كنلاحظوا بأن الصحة المدرسية كتحرك، كنلاحظوا في التغذية، كنلاحظوا المطاعم. يعني أن قطاع ديال التربية والتكوين رهين أساسا برفع مؤشرات ديال التنمية، وباش نرفعوا مؤشرات ديال التنمية خصنا نركزوا على قطاع ديال التربية والتكوين. نعم، ممكن تعطينا، تنشكروك وممكن تعطينا شي كلمة في الختام. اولا كنشكروا الاخوان في الدفاتر وكنشكركم وكنعتبروا بانكم شركاء ديال النيابه ديال ميدالت، وحنا راهنا الاشاره هالشيء اللي كنقولوا امام المؤتمرين المشاركين والمشاركات في المؤتمر الثالث عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل. كنعتقد بانه غادي نجسدوه في امر الواقع، وحنا كنتمنوا ان شاء الله تكونوا معنا ضيوف تما باش نمشيو نشوفوا هذه المناطق فعلا اللي درنا واحد الخدمه اللي كاين اماكن منذ عهد الاستعمار كنلقاو بان القلب النابض ديالها هو قطاع التعليم المدرسي. نشكركم مجددا ونتمنى لك التوفيق في هذه المسيره. شكرا جزيلا. شكرا.